أسعد الله مساءكم بالخير واليمن والبركات. مساء الخير سيدتي الجميلة، مساء الخير صديقي العزيز، وكلمتين ونص وعلى السريع. وكلنا عارفين إن الشعب المصري في رباط إلى يوم الدين، وأصعب فترة مسك فيها رئيس هي الفترة اللي احنا فيها دي. بتتكالب علينا شعوب كتير جدا، بتتكالب على مصر. خدوا بالكم. يعني ايه بتتكالب؟ طبعا كلنا عارفين، يعني بينبحوا علينا، مش عايزيننا نقوم. طبعا سوشيال ميديا شغال، وحروب من تحت الحزام، وحروب الجيل الرابع والجيل الخامس، وكل الحروب دي أصعب من حرب 73، أصعب من حرب 67، لأنها كلها بتحاربنا مننا فينا، المسلمين جوه من جوه المسلمين، يعني عايزين يقضوا علينا مننا فينا. فدي أصعب فترة عايشين فيها. خدوا بالكم الكلام. طبعا بندعي لفخامة عزيز مصر، الراجل اللي جاي في أصعب فترة ده وماسكنا، ومحافظ علينا الحمد لله رب العالمين، حفاظ عالي جدا للي بيفهم، يفهم الكلام. اللي ما بيفهمش الله يسامحه، ومنه ليهم زيه زي اللي بيتكلموا علينا بالظبط. خدوا بالكم الكلام. يعني اللي مش عاجبه الراجل اللي هو ماسكنا ده، زيه زي اللي بيتكلموا